عايز اقول لكم حاجه. اللي عمل الترخيم ده واللي عمل القطعه التحفه دي اللي هي عباره عن كونكريت من تحت، وخشب في النص وريزم من فوق وباين الحاجات دي كلها، والتقنيه الجباره دي. التقنيات اللي قصادكم دي معموله من شخص واحد بس، من زيرو تقريبا ديكوباج ل يعني لشطاره كبيره جدا. بسم الله ما شاء الله. يعني يا جماعه التابلو ده احنا عارفين ان مش اي حد يقدر يعمله حتى لو مبتدئ، لا اللي عمل دي اول مره في حياته يشتغل ديكوباج. وعندنا ريزن كونكريت معمول نصين، نص كونكريت ونص ريزن وجواه احجار تحفه. اصعب التقنيات كلها اتعملت: تقنيه موجه البحر، تقنيه الترخيم، تقنيات الديكوباج على الازاز، تقنيات التعتيق، تقنيات الورده. انا عايز اوري لكم الورده التحفه. شايفين الطبقات يا جماعه؟ تحفه عظيمه. بص كده، بص كده على الشمع، الفواحات، التقنيات اللي معموله جواه تحفه. تحفه عسل. ده شمع على الميه وتحتيه جليتر وتحتيه احجار وبيفضل كده بقى. وده شمع جواه صدف تحفه ما فيهوش بابلز. يا جماعه التقنيه دي عشان حد يعملها ما فيهاش بابلز دي حاجه من سبع المستحيلات، وانا عارف انا بقول لكم ايه. يعني ده شمع فواح برضو بيبقى على شكل فواكه كده. طب لو انا عايز اتعلم عشان اطلع قطعه شكلها حلو جدا، انا قررت اساعدك بطريقتين. عملت لك كورسات اوف لاين وعملت لك عليها عرض كونكريت وشمع وريزن، كل دول في باكج واحده معمول عليهم خصم قوي جدا. او اونلاين لو انت بعيد ومش هتقدر تيجي، عملنا لك سبع كورسات تقدر تخش عليهم دلوقتي، هتتفرج على سبع مجالات كاملين بيعلموك من الالف للياء عن كل مجال فيهم بالتفصيل الممل. والباكج دي عليها عرض قوي جدا جدا جدا. دوس على زرار اشترك الان هتلاقي كل التفاصيل جوه.